السيرة النبوية العاطرة. كبر شيبة الحمد المعروف بلقب عبد المطلب، وأصبح سيد قريش، وكان له الشرف الكبير بين العرب، وخاصة عندما حفر بئر زمزم. فبئر زمزم كان مطمورا بالتراب من زمن بعيد. كانت قريش تسمع عنه بالقصص القديمة، إلى أن رأى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه. رأى عبد المطلب رؤيا تكررت معه أكثر من مرة. شخص يأمره بحفر بئر زمزم عند الكعبة، ويحدد له مكان الحفر. وكان بئر زمزم قد دفن بالتراب بسبب فعل الزمن. فلما استيقظ من نومه، أخذ يفكر بالرؤيا المتكررة، ويتذكر القصص القديمة التي كانت تروي أنه على زمن إسماعيل عليه السلام، عندما كان رضيعا، انفجر بئر تحت قدمي إسماعيل عليه السلام. وأن أهل مكة دائما يذكرون في مجالسهم أن هناك بئر في مكة مطمور لا يعرف مكانه، وأن كل الآباء حفروا وبحثوا عن هذا البئر، ولكنهم لم يجدوا هذا البئر المبارك، بئر زمزم. فخرج عبد المطلب لقريش، وقص عليهم الرؤيا التي رآها، أي أن هناك مكان محدد يجب حفره، يوجد تحته ماء زمزم. فقالوا له: دلنا على ذلك المكان. فأشار لهم إلى ذلك المكان الذي عند الكعبة، فرفضوا جميعا أن يحفر في هذا المكان. والسبب أن المكان الذي أشار إليه عبد المطلب يقع بين صنمين من الأصنام التي تعبدها قريش، صنم اسمه أسف، والآخر اسمه نائلا. فحاول عبد المطلب أن يقنعهم، ولكن رفضوا بشدة. وكان لعبد المطلب ولد وحيد، وهذا يعني في قريش أنه ليس له عزوة ولا عشيرة يدافعون عنه. ففي أيامهم كان كل شيء يمشي ويعتمد على القبائل والعصبية. فحزن عبد المطلب حزنا شديدا، واعتصر قلبه من الألم. ثم وقف عند باب الكعبة، وقلبه يعتصر من القهر، ونظر لله: إن وهبتني 10 من الأولاد الذكور، وبلغوا مبلغ الرجال، واستطعت حفر بئر زمزم، لأذبحن أحد أبنائي. فلم يمضي عام إلا وقد ولدت زوجته الولد الثاني، فكانت كل عام تلد ولد، حتى صار عددهم 10 أولاد، وكبروا وأصبحوا رجالا وعصبة. وأصبح عبد المطلب صاحب عصبة وحمية في قريش. فحفر بئر زمزم، ولم يتجرأ أحد على منعه. فلما رأت قريش الماء، فرحت فرحا كبيرا بعمله هذا. فأصبح عبد المطلب مطالبا بأن يفي بنذره، وهو أن يذبح أحد أولاده 10 عند باب الكعبة. وبالنهاية، إن أصبت فمن توفيق الله عز وجل، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.